حتى فرانه دخلت فيه وقلت لي شوف سير الله يسامح راك غلطتي، انا غدا ماشي مشكل الطوموبيله ديال خويا الصغير انا غدا غنمشي نصوبها. ما تفرقعتيش حتى جيتي؟ ما فهمتيش. درت لي ها نعم قلت لي سير خدم على ولادك. ايوا صافا فهموني السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في نهار جديد. الفيديو ديال حلقه اليوم غادي يكون سبيسيال ديال بصح، لان هذا الخبر هذا هز السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتوا ديال بصح. حقيقة اعتقال إلياس المالكي، فمن بعد ما طور الكونت ديالو ولا ستريمر مشهور في العالم العربي وفي الموند اونتيي، اليوم كنتفاجئوا بانه تعتقل من طرف السلطات ايام قليله كتفصلنا على بدايه الكان. كلشي كان متوقع ان الياس المالكي غادي يدير برومو للكان الجايه، خصوصا انها كاينه في المغرب. كلشي تفاجأ، ولكن في الساعات الاخيره كنتفاجئوا انه تعتقل. فعلاش تعتقل؟ شنو هي التهمه اللي توجهت ليه هذه المره، بالخصوص انه كان تعتقل جوج مرات قبل؟ واش بصح تعتقل ولا غير اشاعه؟ وشنو مصير الفريق ديالو في الكينغز ليغ؟ هادشي اللي غنعرفوه في فيديو حلقه اليوم. كنت اول مره كتفرج فيا، انا سميتي وليد مليح، كندير بزاف لعيبات يوتيوب. ما تنساش تورك على سبسكرايب وتفعل داك الجرس، ضروري تفعل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد اللي حناه. ونبدا بالموضوع الاعتقال ديال الياس المالكي. فخلينا نعطيو نبدا صغيره عليه. الياس المالكي يوتيوبرز ابن المدينه الجديده، مؤخرا ولا واحد من بين اكبر ستريمرز في العالم، وخصوصا في منصه كي. هو الشخص الوحيد في الويب المغربي اللي يقدر ينتقد اي حاجه، يدوي على اي حاجه، خصوصا ينتقد اي حاجه اللي ما كانتش عاجباه. فالستريمات اللي كان كيدير في يوتيوب شحال هذه كانت كتوصل 8 سوايع 7 سوايع 6 سوايع، بعض المرات 10 سوايع 11 ساعه. ستريم على قدو كيقول فيه كل شيء وبدون قيود. هو الشخص الوحيد اللي ستريمات ديالو دخلوه الحبس، ولكن في نفس الوقت الكوت الايجابي هو الشخص الوحيد اللي دوا على شي حوايج اللي ما عمر شي واحد في التاريخ ديال الويب المغربي قدر انه يدوي عليهم. اخر اعتقال ديال الياس المالكي ما جاش صدفه، هاد المره الاعتقال ديال الياس المالكي كتصدم كل شيء، خصوصا انه ما كان عنده مشكل مع حتى شي واحد. فشنو طرا؟ وعلاش تعتقل؟ الامر ما فيه هو ان النقابه ديال الطاكسيات الصغار اللي كاينين في بني ملال غتقدموا شكايه كتعلق بالقذف والتشهير. خلينا نرجعوا ساعات قبل اعتقاله، وبالضبط في واحد من لي ستريم ديال الياس المالكي. شنو وقع في هذا الستريم هذا بالضبط؟ هذا الستريم اللي غيجبد عليه عاوتاني المشاكل وغيردوا للحبس. الياس كان دار تصريح حاد ضدهم، هو اعتبره انتقاد ولكن هما اعتبروه تشهير، بحيث انه انتقد الطاكسيات الصغار اللي كاينين في بني ملال. بعد ما رفعت الشكايه ضده ورفعتها التنسيقيه المحليه ديال الطاكسيات الصغار في بني ملال، الامر بالتوقيف غادي يخرج. اذا السيد غيولي روشيرشي، خصو ضروري انه حاجه اللي خلاتهم دغيا يقرقبوا عليه ويشدوا السيد في الشارع. وهنا السوشيال ميديا من بعد ما سمعت الخبر تقسمات على جوج فئات. الفئه الاولى كتقول ان الياس المالكي يستاهل، خاصو يتربى وما يمكنش يبقى يشهر بها شخص كيسب وكيخسر الهضره وكيقذف وكيدير وكيشهر بالناس. والفئه الثانيه اللي كتدافع على الياس وكتقول انه كفانا قمعا في بلاد الحريات، كان كيبين الراي ديالو، يقد يكون كيديرها بطريقه مستفزه او كيقولها بطريقه اللي فيها الساركازم، ولكن ما يمكنش لينا نقمعوا اي واحد دار ستريم وعبر على الراي ديالو. بصراحه كما كنعرفوا في احسن ستريمر حاليا في افريقيا واكبر ستريمر في العالم العربي تقريبا هو الياس. منصه كيك راه بزاف ديال المرات كيجي في توب 1 توب 2 توب 3، دائما في المراتب العليا في منصه كيك العالميه. وبغينا ولا كرهنا الياس المالكي واحد من الناس اللي كيغوبريزونطو المغرب على الانترناسيونال. ما بغيتي ولا كرهتي بزاف اللقطات دارهم في الويب المغربي، بدا غير في 2020 2021 بزاف الحوايج دارهم الياس المالكي. مستحيل وشبه مستحيل ان بزاف لي ستريمرز يوصلوا لها. غير الارقام ديالو اللي كان حاطهم في منصه كيك تقريبا 300 الف واحد كيتفرج في اللايف ديالو ملي كان خرج من الحبس. الاصدقاء لايف لايف الاصدقاء، يعطيني ستريمرز عربي واحد في منصه كيك او في يوتيوب كيلصق هاد الارقام هادو، حرفيا ما كاينش. الحاجه اللي غتصعب قضيه الياس هاد المره في قضيه ديال التشهير هو انه عنده سوابق عدليه. راه فايت مشدود جوج مرات، المره الاولى فاش كان ضارب مع البرقادي، والمره الثانيه الامازيغ رفعوا ليه نفس الدعوه ديال القذف والتشهير. الحاجه اللي ما غتخليهمش يتساهلوا معاه هاد المره. قضيه كامله وهذا المشكل اللي وقع الياس المالكي كيخلينا نوقفوا، خصوصا احنا كمغاربه وكجون. راه معظم الويب المغربي عامر غاب لي جون ما بين 18 و 25 سنه. خصنا نوقفوا، كيخلينا نوقفوا ونعاودوا النظر في داكشي اللي كنبارطاجيوه في الويب. قصه الياس المالكي والمشاكل اللي وقعوا ليه في الويب مع الناس ومع الجميع ومع فئات معينه من المجتمع عبره لينا. قبل اخويا ما تشعل كاميرتك، عرف مزيان شنو كتقول قدام، وعرف مزيان شنو كتبارطاج، وعرف مزيان الفيديوهات اللي كتهز وكتعاود تغوبوبليهم مره اخرى، وعرف انه
الا تغوبوبلياو وتفهموا بطريقه عكس المقصود ديالها كيتسموا فيديوهات مفبركه، وتقدر تتابع على هذه القضيه. بصح الياس المالكي واحد من الناس اللي ريبريزونطاو المغرب وبالضبط في الكينغز ليغ. اصدقاء راه نابغوا بزاف الناس ولاو كيتفرجوا في الكينغز ليغ منهم حنا كمغاربه عن طريق الياس المالكي، ولينا عرفنا شنو هي شي حاجه سميتها الكينغز ليغ. اللي رجل الماجوريتي اللي كيتفرجوا في هاد لا فيديو هذه ما كانوش عارفين شنو هي الكينغز ليغ، عرفناها عن طريق الياس المالكي. ولكن قبل ما تبارطاجي اي حاجه عرف مزيان شنو كتقول. القانون واضح، حريه التعبير من حقك تعبر، عندك هذه الحريه هذه، ولكن في حدود، ما توصلش لدرجه تقذف وتشهر بعباد الله. وشوف الرجل اللي بغيتو الراي الشخصي ديالي انايا حرفيا المغرب داير خدمه نقيه حاليا، لاننا علين غننظموا لاكان بقى ليه شهر تقريبا، علين غادي نستضيفوا كاس العالم ما بقاش ليه بزاف، علين عندنا بزاف ديال التظاهرات انترناسيونال كتسنانا، بزاف ديال الناس كيسحاب لهم ان تيك توك ان الويب المغربي اون جينيرال انستغرام يوتيوب غابه. ولكن الحاجه اللي ما ردوش ليها البال هو انه قريب بزاف ان السوشيال ميديا تقنن بحال الدول الاوروبيه والدول المتقدمه، فما عندك حتى شي معنى الاصدقاء با كيكون هابط في الويب المغربي ويلقى وحده دايره روتيني اليومي، دايره شي هوك متسطب بلا ما ندخل في التفاصيل، عارفين علاش كندوي، حتى دايره الروتين اليومي كتورينا صالونها وكتورينا كوزينتها وكتورينا ما عرفت شنو هو. ما عندك حتى شي ما عندك حتى شي اساس، ما عندك حتى شي اساس انك تكون كتفرج في كونتوني اللي مضارب عليه صاحبو تماره في ريكومونداسيون يطلع لك وحده في روتيني اليومي في التلفازه ديال داركم الاصدقاء. راه لا ماجوريتي كيتفرج في يوتيوب في التلفازه، واحد ضارب مثلا كتفرج في جو حطاب ضارب على دوكيومونتير واعر وكتفرج في عالم اخر حتى يطلع لك في الريكومونداسيون وحده دايره روتيني اليومي ما عرفت منين جايه، ما عرفت شنو كدير، ما عرفت شنو باغي تصنع، ما عرفت شنو باغي تخترع، واحد ديوتي هو ومرتو كيديروا في لي برانك. ما سمحوا لي على هاد المصطلحات، ولكن هادشي اللي ولينا كنشوفوا، هادشي اللي ولينا كنشوف. الاول واحد ضر من هاد الحمله اللي دارتها الدوله حاليا هو الياس المالكي، حتى بصح الناس اللي خاصهم يمشيو للحبس وبصح الناس اللي خاصهم يتحاسبوا ما دواوش معاهم. هذاك الشيء غادي تدريجيا وجايه من النوبه. الا درت هاد لا فيديو ولا كنتي اخويا ولا اختي كتفرج فيا بغيتي دير لا كرياسيون دو كونتوني دير لا كرياسيون دو كونتوني، ولكن عرف مزيان وكون مسؤول على شنو كدير باش ما تضيعش حياتك. كاين الدراري كيقراو كيديروا لا كرياسيون دو كونتوني واعرين، كاينين دي زيتيديون بحالي، كاينين الناس كيديروا لا كرياسيون دو كونتوني واعره صاحبي، واعره. راه لا كرياسيون دو كونتوني قدات على شي حاجه سميتها التلفازه، وين راه حشومه هادشي ما يبقاش مقنن. عيب على الاصدقاء. شو هذا التيك توك؟ انا بالنسبه لي التيك توك ما بقاش ولا خطر على ولادي حاليا، ما نقدرش نخلي لوليداتي التيك توك. ختام كنتمناو لخونا الياس المالكي الفرج، الله يطلق سراحه في هذا النهار. يا ريت النقابه ديال الطاكسيات في بني ملال يعرفوا انه راه داك الدري راه لا يعني ما يقول، ويتنازلوا على الدعوه القضائيه. عرفتي شحال من جمعيه وقفت ضدها صاحبي، حشومه الناس اللي بصح خصهم يتحاكموا، واللي مخلينا الخنز بلا ما نذكر في السميات، والله ما يستاهلوا نجبد حتى سمياتهم، يخليو لنا الخنز ويمشيو عند واحد ستريمر وبريزيدون ديال كينغز ليغ. والله الا حشومه بالله، الله يطلق سراحه. وبنادم يعرف شنو كيقول، في السوشيال ميديا، يعرف ايفيتي ما امكن، لان السوشيال ميديا ما كتنساش، الانترنت ما كتنساش، غدا ولا بعدو يوليو عندك ولادك عيب وحشومه يلقاوك كتخسر الهضره. الله يطلق سراحه على الله يدير شي تاويل. الحبس اخويا ما تبغيش العدوك، هذه هي الصراحه، ما تبغيش العدوك الحبس، ولكن ملي كتولي الرذيله في المجتمع فراه خصها تحارب. تحيوش بواحد وتخليو بصح الناس اللي خصهم يمشيو للحبس خارجين برا. الله يطلق سراح اي واحد ورا القريه، هادشي اللي كاين. انا سميتو وليد مليح، كندير بزاف لعيبات في يوتيوب، انت اول مره كتفرج فيا ما تنساش لايك وفولو، كل ذي علم عليم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.